حبايب قلبي توتس تانية ثانوي، عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنشتغل اول درس عندنا في التريجنومتري. احنا اشتغلنا ليسن 1 في الالجبرا، اتكلمنا عن الريل فانكشنز، اتكلمنا عن الدومين، اتكلمنا عن الرينج، اتكلمنا عن المونوتوني. ان شاء الله باذن الله النهارده هنشتغل اول حصه عندك في التريجنومتري. تمام؟ درس سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، بيتكلم عن حاجه اسمها الساين رول او قاعده الساين. طيب بمنتهى البساطه عشان دماغك تبقى متهندله، انا هتكلم عن 4 نقط وابدا احل مسائل. هتكلم عن 4 نقط وبعد كده ابدا على طول في الايه؟ في المسائل. طيب ايه هم الاربع نقط دول؟ مالكش دعوه، انا هكتب لك اول نقطه انا هتكلم عنها. ادي يا باشا. باشا مين؟ بص يا واد، اول نقطه عندك ادي الساين رول. اول حاجه بستخدمها ليه؟ ايه اللي انا بكتبه ده؟ بستخدمها ليه؟ فبمنتهى البساطه الاجابه على السؤال ده، حضرتك بتستخدمها عشان تجيب لي السايد lengths in triangle، وبتستخدمها في نفس الوقت عشان تجيب لي الانجلز in a triangle. يبقى بمنتهى البساطه بستخدم الساين رول دي ليه؟ بمنتهى البساطه عشان تجيب لي الايه؟ السايد لينث او السايد لينثز اوف a triangle. مش كده وبس، لا ده كمان الانجلز اللي جوه التراينجل. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب هي ايه الرول؟ ايه الرول اللي انا بستخدمها؟ قال لك بمنتهى البساطه، لو انت عندك تراينجل بالمنظر ده كده، عندك ده كده A، عندك ده كده B، عندك ده كده C. قال لك بمنتهى البساطه هنفترض، ما هو الحاجه اللي انا ما اعرفهاش بفرضها، ده مبدأ عندنا، ان السايد اللي في وش انجل B هسميه B سمول، وان السايد اللي في وش انجل A هسميه A سمول، وان السايد اللي في وش C هسميه C سمول. ممكن واحد يسمي لي ده A داش وده B داش وده C داش، براحتك عادي جدا، يعني احنا بنفترض حاجه. تمام يا شباب؟ تمام. طيب القاعده دي بقى بتقول لك ايه، او الرول دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان السايد اوفر ساين الانجل اللي في وش السايد ده بتساوي السايد التاني اوفر ساين الانجل اللي في وش السايد بتساوي السايد التالت اوفر ساين الانجل اللي في وش السايد ده. في مشاكل يا شباب؟ دي كده يا حبيب قلبي الرول بتاعتك. طب بستخدم الرول دي ليه؟ علشان تجيب السايد لانثز في التراينجل او الانجلز اللي في الايه؟ اللي في التراينجل. في مشاكل؟ دي كده اول نقطه. دي كده اول ايه؟ اول نقطه. بس قبل ما اخلص اول نقطه، تيك كير ان انت عندك الانجل دي بلس الانجل دي بلس الانجل دي، طبعا كلكم عارفينها، ان انت عندك ميجر اوف انجل A بلس ميجر اوف انجل B بلس ميجر اوف انجل C بتساوي كام؟ 180 degrees. خلصت اول نقطه. احنا بنستخدم الرول دي ليه؟ عرفنا ليه وعرفنا الايه؟ الرول. طيب تاني نقطه هتكلم عنها استنتاج الرول. يعني هي الرول دي جت منين؟ بمنتهى البساطه انا معودك على حاجه جميله جدا، معودك على الكلام ده، مش هقول لك من وانت عيل صغير عشان انت ما شفتنيش غير في اولى ثانوي. معودك ان انا اي رول عندك يا اما بثبتها لك يا اما بستنتجها. هنا الرول دي هستنتجها. طب هستنتجها منين؟ قال لك بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه لو انت عندك ادي تراينجل، والتراينجل ده اسمه A B C، واحنا قلنا ان السايد اللي في وش انجل A هسميه A سمول، وده كده B سمول، وده كده C سمول. قال لك بمنتهى البساطه تقدر تقول لي الاريا اوف التراينجل بتساوي ايه؟ فواحد هيقول لي هاف في البيس في الهايت، هقول لك صح. واحد هيقول لي سكوير روت اوف والسيمي بريمتر تايمز السيمي بريمتر وهشيل منه اول سايد تايمز السيمي بريمتر وهشيل منه تاني سايد تايمز السيمي بريمتر وهشيل منه تالت سايد، هقول لك برضو صح. من ضمن القوانين اللي تقدر تحسب منها الاريا اوف تراينجل، وتقدر تحسب الاريا اوف تراينجل من الايه؟ من الديترمنت.
هاف تايمز لو انت معاك الايه الكوردينيت بتاعت الفيرتسيز. فانت عندك قوانين كتير جدا تقدر تحسب منها الاريا اوف تراينجل. لكن هنا انا هحسب الاريا اوف تراينجل بطريقه بسيطه جدا. مش انت تقدر تحسب الاريا عن طريق هاف تايمز تو سايدز تايمز ساين الانكلودد انجل؟ هتقول لي اه. يعني بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه، وانا مش ممكن اقول لك ان الاريا بتساوي بي سي ساين انجل ايه هاف تايمز السايد ده تايمز السايد ده تايمز ساين الانكلودد انجل اللي هي ساين ايه؟ هتقول لي مظبوط. وفي نفس الوقت اقدر اقول لك ان الاريا بتساوي هاف اي سي ساين انجل بي اهو. ادي السايد A وادي السايد C عملتهم تايمز بعض تايمز هاف في تايمز الانكلودد ايه انجل او ساين الانكلودد ايه انجل. الكلام ده كده بيساوي ادي هاف في نفس الوقت برضو ايه بقى؟ قال لك الاي تايمز البي تايمز ساين الانكلودد انجل اللي هي ساين انجل سي. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب بمنتهى البساطه، هي مش دي اريا ودي اريا ودي اريا بتاعت نفس التراينجل؟ قال لك اه. يعني بالتالي ده كده بيساوي ده كده بيساوي ده كده؟ قال لك اه. طب ما تساوي لي الكلام ده كله ببعضه. ادي عندك هاف بي سي ساين اي بتساوي ادي هاف اي سي ساين بي، ادي بتساوي هاف اي بي ساين سي. ركز كده توتي، بص كده توتس. هو انت مش عندك الهاف دي راحت مع الهاف دي راحت مع الهاف دي؟ هتقول لي اه. طب ايه رايك ان انا اخد الايه المنظر اللي قدام حضرتك ده واعمله ديفايدد باي A B C؟ تقول لي ايه ده؟ هو انا ممكن اقسم على حاجه ما اعرفهاش؟ ما دي اطوال سايد لينثز. انت بسالك السؤال ده، انت ما ينفعش تقسم على حاجه انت ما تعرفهاش عشان ممكن تبقى بزيرو، لكن السايدز دي عمرها ما هتبقى بزيرو. فبمنتهى البساطه لما اجي اقسم هنا على A B C ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندك البي راحت مع البي والسي راحت مع السي، اتبقى لك ايه؟ اتبقى لك ساين انجل A اوفر ايه؟ السايد A. طب الكلام ده كده بيساوي، لو انا قسمت هنا يا حبيبي على A B C، ما انا اللي هقسمه هنا هقسمه على هنا هقسمه على هنا عشان احافظ على علامه الايكوال، هيتبقى لك ايه؟ بمنتهى البساطه انا عندي الاي هتروح مع الاي والسي هتروح مع السي، فهيتبقى لك بي او ساين انجل بي اوفر سايد بي. طب الكلام ده بيساوي ايه؟ قال لك بمنتهى البساطه عندك هنا برضو هقسم على اي بي سي، فانت عندك الاي راحت مع الاي والبي راحت مع البي، فهيتبقى لك ايه؟ ساين انجل سي اوفر السايد سي. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله. طب ركز كده على المنظر ده بمنتهى البساطه كده. هو انا لو قلبت هنا وقلبت هنا وقلبت هنا في حاجه هتحصل؟ الايكوال هتفضل زي ما هي، ما انا قلبت ده وقلبت ده وقلبت ده. فاصبح عندي الرول اهي اللي بتقول لي ادي A اوفر ساين انجل A بتساوي B اوفر ساين انجل B بتساوي C اوفر ساين انجل C. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. يبقى احنا عشان ما تتوهش مني عملنا ايه؟ اول حاجه كتبت لك ساين رول. بستخدم امتى الساين رول او ليه؟ علشان ايجاد السايد لينثز في التراينجل او الانجلز في التراينجلز. طب ايه هي الرول؟ السايد اوفر ساين الانجل اللي قصاده، سايد اوفر ساين الانجل اللي قصاده، سايد اوفر ايه؟ ساين انجل اللي قصاده. طب النقطة الثانية، وطبعا اخدنا النوت دي طبعا نوت متخلفة عقليا، ان انت مجموع الانجلز في التراينجل بتبقى 100 وكام؟ 180. النقطة الثانية اللي انا اتكلمت عنها هو استنتاج الرول، استنتاج القانون بتاع حضرتك، استنتاج الساين رول ده من الاريا اوف التراينجل. وسويت الكلام ده كله ببعضه، قسمت كل ده على اي بي سي، طبعا بعد ما شطبت الهاف قسمت ده على اي بي سي وده على اي بي سي وده على اي بي سي، فطلع لي المنظر ده. فرحت مشقلب ده ومشقلب ده ومشقلب ده علشان احافظ على علامه الايكوال، اللي اعمله هنا اعمله هنا اعمله هنا، فطلع لي الرول بتاعتي. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ ان شاء الله خير ومفيش اي مشكله. طيب النقطه الثالثه، اللي حضرتك هتتكلم عنها هي ايه يا باشمهندس؟ تعالى وانا اقول لك. ادي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم النقطه الثالثه. النقطه الثالثه دي عباره عن نوتس، شويه ملاحظات.
شويه ايه؟ ملاحظات. ايه هي الملاحظات؟ قال لك ان اول ملاحظه عندك ما تستخدمش او مش مستحب استخدام الساين رول مع الرايت انجلد تراينجل. مش مستحب ان حضرتك تستخدم الساين رول دي في الرايت انجلد تراينجل، عشان في الرايت انجلد تراينجل الموضوع سهل وبسيط. الموضوع سهل وبسيط، فاهم حاجه؟ واخدنا سولفنج الرايت انجل تراينجل، الموضوع سهل وبسيط مش محتاج الساين رول. لكن انا بستخدم الساين رول امتى؟ مع التراينجلز اللي هي مش رايت. ليه؟ ما انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اجيب الاطوال، مش عارف اجيب الانجلز. لكن انت في الرايت انجل تراينجل ده انت بمنتهى البساطه لو معاك تو سايدز تقدر تعمل سولفنج للرايت انجل تراينجل كله. لو معاك سايد وانجل تقدر تعمل سولفنج للرايت انجل تراينجل كله. انما هنا لو معاك سايد وانجل او سايد وسايد ما تقدرش تعمل سولفنج للتراينجل ده لو تراينجل مش رايت. تمام. يبقى مش مستحب الساين رول في الايه في الرايت انجل تراينجل، علشان ايه؟ الموضوع بيبقى ابسط من البساطه في الرايت انجل تراينجل، مش محتاج الساين رول. تاني نوت احنا اتفقنا اتفقنا يا شباب ان الرول بتاعتنا عباره عن ادي A اوفر ساين انجل A بتساوي البي اوفر ساين انجل B بتساوي السي اوفر ساين انجل C. صح ولا مش صح؟ واستنتجنا الموضوع والدنيا زي الفل. طب ايه رايك ان انا اعمل كل اللي فوق دول بلس بعض؟ ادي A بلس البي بلس السي. بالتالي علشان احافظ على علامه الايكوال لازم اجمع اللي تحت برضو، فهعمل ساين انجل A بلس ساين انجل B بلس ساين انجل C. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب الريشيوز دي كلها بتساوي بعض؟ طبعا ده بيساوي ده بيساوي ده واستنتجناه. طب ده بيساويهم؟ ما انا جمعت اللي فوق وجمعت اللي تحت فايه؟ هيساووا بعض. الريشيوز دي كلها بتساوي بعض. طب ركز كده، هو بمنتهى البساطه لو انت عندك التراينجل اهو، ادي تراينجل يا حبيب قلبي، وادي عندك A وعندك B وعندك C وعندك دي كده A سمول B سمول C سمول، كافترض للسايدز اللي عندك. هو ال A بلس ال B بلس ال C، هو مش ده كده يا حبيب قلبي البارامتر بتاع التراينجل؟ قال لك يبقى انا ممكن اشيل ال A بلس ال B بلس ال C واكتب مكانها البارامتر اوف التراينجل A B C. ايه الكلام ده اوفر ايه؟ الكلام ده اوفر ساين انجل A بلس ساين انجل B بلس ساين انجل C. في مشاكل؟ يبقى احنا الريشيوز المتساويه دي زودنا عليهم حاجه كمان، البارامتر اوف التراينجل اي بي سي على مجموع الساينز بتاعت الانجلز بتاعت الايه؟ التراينجل. في مشاكل؟ هنستخدم الكلام ده؟ طبعا. ما خد بالك انا بعمل معاك ايه دلوقتي؟ انا بمنتهى البساطه الدرس ده ما هو الا تطبيق على قانون. فكل اللي احنا عملناه هو ايه؟ هنستخدم القانون ده. ليه؟ واستنتجنا القانون وشويه مهارات وملاحظات. تمام يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ ان شاء الله خير ودماغك ايه؟ متهندله باذن الله. الملاحظه الثالثه ودي مهمه جدا في حل المسائل، وهتعرف لما اجي اطبق على طول بمنتهى البساطه كده. هو انا لو عملت كروس مالتيبليكيشن هنا، ايه اللي هيظهر عندك؟ هيظهر عندك ان ايه تايم الساين انجل بي بتساوي البي تايم الساين انجل ايه. عايزك تاخد بالك بس من الحته دي، ان انت هنا عندك علاقه بتربط ان الاي ساين بي بتساوي البي ساين ايه ساعه ما عملت الكروس ايه مالتيبليكيشن. طب العلاقه دي هستخدمها في ايه؟ هتشوف لما اجي احل الايه المسائل. فتيك كير من الثلاث ملاحظات دول. حد عنده مشكله يا شباب؟ في مشاكل في الكلام ده؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله خير ومفيش اي حاجه. طيب النقطه الرابعه اللي انا عايز اتكلم عنها والاخيره عشان ابدا بقى احل في المسائل بتاعتنا، الا وهي ايه؟ بص كده حبيب قلبي،
لو انا رسمت دايره بالمنظر ده كده وعملت لك ده كده وده كده مثلا وده كده، وعندك التراينجل ده اسمه A وادي B وادي C وادي ده كده وليكن السنتر اوف السيركل، سنتر اوف الايه اوف السيركل، ورحت جاي عامل لك كده كده ورحت نازل كده. تعال نطخن، يلا اهو كده تمام، ورحت نازل كده. هي بس مش مظبوطه شويه يعني، تعالى نمسح القرف ده ونعمله من اول وجديد. تعالى نمسح. بص كده، لو انا عملت لك دايره بالمنظر ده كده وعندك ده كده وعندك ده كده وعندك ده كده، تمام تمام ان شاء الله، وعندك دي كده A وعندك دي كده B وعندك دي كده C وعندك ده كده مثلا السنتر اوف السيركل، ورحت جاي عامل لك كده ورحت عامل لك كده. يا دي القرف، مش راضيه تيجي ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ ورحت اعمل لك كده يا برنس. في مشاكل الكلام ده؟ ان شاء الله باذن الله مفيش اي مشكله. طيب ركز، انا هعيد لك تاني على التراينجل ده اهو بالازرق بالمنظر ده كده. في دبانه هتموتني، في دبانه هتموتني، مش عارف هما بقوا بيربوا دبان في المنصه ولا ايه. وادي التراينجل التاني اهو. تمام، خد بالك ان التراينجل اللي هو بالاحمر ده بيعدي بالايه؟ بالسنتر اوف السيركل، بيعدي بالسنتر اوف الايه؟ اوف السيركل. اعتبر ان دي السنتر اوف السيركل، حتى لو مش مظبوطه مالكش دعوه. تمام تمام. حضرتك لاحظت حاجه؟ لاحظت حاجه. ايه اللي انت لاحظته؟ قال لك بمنتهى البساطه الانجل دي كده ب 90. ليه؟ علشان ده كده الدايمتر، فهتبقى الانجل دي بكام؟ ب 90. جميل لذيذ امور الكلام ده. طيب بص كده معايا في التراينجل اللي هو اسمه اي بي سي، هو السايد اللي في وش انجل ايه اسمه اي سمول، واللي في وش الانجل بي اسمه بي سمول، واللي في وش انجل سي اسمه سي سمول. جميل. انا بعمل ايه؟ انا بدردش معاك. انا رسمت لك دايره، والدايره دي رسمت فيها تو تراينجلز، ادي التراينجل الازرق وادي التراينجل الاحمر. الاحمر اللي هو ده هعمل لك تحت الايه؟ تحت الازرق كده. في مشاكل؟ مفيش اي مشكله. طيب ركز بقى كده معايا شويه. لاحظت ان انجل بي في التراينجل مثلا اللي هو اسمه دي بي سي، لاحظت حاجه جميله جدا، ان انجل بي ب 90. ليه؟ عشان انت عندك الدي سي ده دايمتر، فانت عندك الحته دي كده بقت ب 90. طيب جميل جدا. وبعدين لاحظت حاجه كمان. ايه هي الحاجه كمان اللي انا لاحظتها؟ لاحظت ان الانجل دي بتساوي الانجل دي. طب ليه؟ عشان بمنتهى البساطه انت عندك الانجل دي والانجل دي تو انسكرايبد انجلز بيسبتند نفس الارك اللي هو البي سي، فانت عندك الانجل دي بتساوي الانجل دي. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط ان شاء الله باذن الله. يبقى اللي احنا وصلنا له الاتي، ان ماجر اوف انجل A بيساوي ماجر اوف انجل D. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. وممكن كمان اعمل لك ما بين قوسين كده inscribed angles. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله. طيب بمنتهى البساطه كده، لو انا اخدت ساين انجل A، ما هي كده كده هتساوي ساين انجل D. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طيب ايه الكلام ده كده بيساوي؟ ايه اللي بيساوي ساين انجل A؟ تقدر تجيب لي ساين انجل دي؟ طبعا اقدر اجيب ساين انجل دي. هو مش التراينجل اللي بالاحمر ده رايت انجل تراينجل ودي كده ب 90؟ هقول لك طب ساين انجل دي بتساوي ايه؟ قال لك بتساوي البي سي اللي هو A على الهايبوتنس. هو مش الهايبوتنس ده ساين يعني اوبوزيت على هايبوتنس؟ طب هو مش الهايبوتنس ده كده ار وده كده ار عشان ده كده دايمتر؟ يعني ممكن اقول هنا 2 ار. هقول لك
طب بمنتهى البساطه كده ركز معايا ركز معايا، هي مش دي كده اوفر ال1؟ يعني انت بمنتهى البساطه تقدر تقول لي ان ال A اوفر ساين انجل A تساوي 2R اوفر ال1؟ ما احنا بنعرف نعمل ريشيوز والدنيا زي الفل. فانت عندك ال A اوفر ساين انجل A بتساوي ايه؟ 2R اوفر ال1 يعني بتساوي ايه؟ 2R. طب هو انت عايز تعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هي مش A اوفر ساين انجل A، A اوفر ساين انجل A مش بتفكرك بحاجه؟ مش بتفكرك بالرول بتاعت الساين رول، ان انت عندك ال A اوفر ساين انجل A بتساوي ال B اوفر ساين انجل B اوفر ال C اوفر ساين انجل C. فبمنتهى البساطه القانون بتاعنا تطور شويه. طب تطور ازاي؟ قال لك بمنتهى البساطه القانون بتاعنا كان عباره عن ان ال A اوفر ساين انجل A بتساوي ال B اوفر ساين انجل B بتساوي، انا حاسس ان انا شطحت فوق شويه، عايزين ننزل تحت. انت عندك ال A اوفر ساين انجل A بتساوي ال B اوفر ساين انجل B بتساوي ال C اوفر ساين انجل C بتساوي البارامتر اوف a triangle ABC اوفر مجموع الساينز، يعني ساين انجل A بلس ساين انجل B بلس ساين انجل C. زودنا على الموضوع ده ايه كمان؟ ان كل دول بيساوي 2R. 2 ايه؟ 2R. طيب ايه 2R دي؟ هات علبة الالوان. ايه 2R دي؟ قال لك بمنتهى البساطة الار ده هو الراديوس اوف السيركل. الراديوس اوف الايه؟ الراديوس اوف السيركل in which الفيرتسيز of التراينجل lies on it. يعني ايه بقى الحته اللي انا كتبتها هنا دي؟ يعني ايه الار ده هو الراديوس اوف السيركل اللي الفيرتسيز بتمر بيه. يعني انت مش عندك التراينجل هو A B C، هو مش ال A B C الفيرتسيز A و B و C؟ مش الفيرتسيز دول بيمروا بدايره؟ قال لك فقال لك ان الريشيو بتاعت السايد اوفر ساين الانجل اللي قصاده، سايد اوفر ساين الانجل اللي قصاده، سايد اوفر ساين انجل الايه اللي قصاده بيساوي ايه؟ 2R، اللي هو ايه الار ده؟ الراديوس اوف السيركل in which الفيرتسيز اوف التراينجل lies on it. في مشاكل؟ يبقى احنا كده استنتجنا حاجتين، استنتجنا القانون بتاع الساين رول واستنتجنا الحته اللي احنا زودناها. فاصبح في النهايه خالص القانون بتاعك بقى شكله عامل ازاي؟ احنا عمالين نطور فيه. ان انت عندك ادي ال A اوفر ساين انجل A بيساوي ال B اوفر ساين انجل B بيساوي C اوفر ساين انجل C بيساوي البارامتر اوف التراينجل، انا مش عارف بعيد ليه، ما انا كتبتها، اوفر مجموع الساينز بيساوي 2R. ده كده يا حبيب قلبي الحصه بتاعتك. طب هو انا بقى هستخدم ايه؟ هل بقى هقعد ارص الكلام ده كله في كل مساله؟ لا، على حسب المساله، وهتشوف دلوقتي من اول ما نبدا في الايه ان شاء الله باذن الله في الاكزامبلز. حد عنده مشكله يا جماعه؟ انا خلصت الدرس اهو، فينيشد، الدرس خلص، الدرس خلص تمام. وقف بقى الفيديو بتاعك تمام، وهندل المعلومات اللي احنا قلناها. خد بالك احنا ما رصيناش القانون ده وقلت لك هو ده القانون اللي احنا هنحل بيه ويلا بينا نطبق، لا، احنا اتكلمنا في 4 نقط. اول حاجه بستخدم الساين رول ليه؟ عشان اجيب سايدز اوف الايه بتاعت التراينجل او الانجلز في التراينجلز. بعد كده اتكلمنا عن الرول الاساسيه اللي هي كانت بتخلص لحد ايه؟ لحد هنا. بعد كده استنتجنا الرول دي من الاريا اوف التراينجلز. بعد كده اتكلمنا عن 3 ملاحظات، الا وهي مش مستحب ان انت تستخدم الساين رول، هو صح وكل حاجه،
بس من السهوله ان انت ما تستخدمش الساين رول لو عندك التراينجل ده رايت انجل تراينجل، عشان الموضوع ابسط من كده بكتير. ده في التراينجلز العاديه. النوت الثانيه ان احنا لما جمعنا الكلام اللي فوق ده والكلام اللي فوق ده، فاصبح ان اللي فوق ده هو البريمتر بتاع التراينجل، واللي تحت ده مجموع الايه؟ الساينز اوف الانجلز اوف الايه؟ اوف التراينجل. والمعلومه الثالثه قلت لك خد بالك ان انت عندك الاي تايم الساين انجل بي بتساوي البي تايم الساين انجل اي، وقلت لك العلاقه دي مهمه جدا هتستخدمها في حل بعض المسائل. في مشاكل؟ مفيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله، وهتشوف طبعا ايه في التطبيق الموضوع هيبقى عامل ازاي. النقطه الرابعه زودت على الريشيوز المتساويه دي ان الريشيوز المتساويه دي بتساوي ايه؟ 2R، واثبتت لك الموضوع ده جه منين. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ هتوقف الفيديو، هتكتب الداتا او المعلومات او النقط الاربعه اللي انا عملتهم، ونبدا على طول في حل الايه؟ حل الاكزامبلز. يلا بينا. يلا بينا بقى يا شباب، نبدا نطبق على اللي احنا عملناه. خد بالك الدرس ده على قد ما هو سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، هي رول واحده تمام، وبتطبق في الرول دي والدنيا زي الفل، على قد ما في مسائل ممكن تصدعك. في مسائل ممكن تصدعك، وهعمل لك فيديو صغير كده ريفيجن على بعض الحاجات اللي في التريجنومتري اللي احنا محتاجينها في التريجنومتري تمام. زي مثلا الريليتد انجلز، الايدنتيتيز اللي عندك، الكلام ده كله هعمل لك فيديو كده ايه لذيذ صغنون كده في الكلام ده كله. بس تعالى نطبق مع بعض. خد بالك انا هحل معاك كل الايه المستويات، بس هركز على الحاجات الايه الحاجات التقيله، الحاجات التقيله اللي ممكن تجي لك في درس زي ده تمام. صلوا على النبي، سموا الله. احنا مش بتوع تعويض وخلاص، لا احنا كل مساله عايزين نطلع منها بايه؟ بفكره. طيب هنا بيقول لك in triangle ABC if ال A ب6 وال B او measure of angle B بيساوي twice measure of angle A بيساوي 80، then ال C بتساوي كام؟ بمنتهى البساطه لو انا عايز ارص الايه الجيفنز اللي عندك، انت عندك الايه ب 6 سنتيمتر، جميل جدا، وعندك measure of angle B بتساوي 80 برضو جميل، وعندك measure of angle A بيساوي 40. هتقول لي ايه ده؟ 40 ازاي؟ ما انت بمنتهى البساطه عندك 2 هنا تروح الناحيه الثانيه بالديفايدد بقى عندك measure of angle A بكام؟ ب 40. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله، وبالمره اقدر اجيب لك measure of angle C. هتقول لي ازاي؟ ده مش جيفن. بمنتهى البساطه مجموع الانجلز في التراينجل بكام؟ ب 180، فانت هتعمل لي 180 ماينس 80 بلس ال 40 يبقى كام؟ 60 ان شاء الله. يبقى 60 ان شاء الله. تمام يا شباب؟ تمام. يلا بينا بقى. هو عايز ايه؟ هو عايز السي بكام؟ كسايد. فبمنتهى البساطه هو انت مش عندك سي اوفر ساين انجل سي بتساوي حاجات كتير جدا، بس ايه الحاجات الجيفن اللي عندك؟ انا معايا ايه ومعايا ميجر اوف انجل ايه، يبقى انا هقول ايه اوفر ساين انجل ايه. ده بقى كده انا بعلمك ازاي تطبق القانون. انت مش في كل مساله هتروح راصص لي A اوفر ساين انجل A بتساوي B اوفر ساين انجل B بتساوي C اوفر انجل C بتساوي البارامتر على مجموع الساينز بتساوي 2R. لا، انت شوف اللي انت محتاجه واكتبه. دايما كده خلي دماغك مترتبه، شوف اللي انت محتاجه وشوف الجيفن وجيب الريشيوز الايه اللي بيساووا بعض. فبمنتهى البساطه ادي السي وادي ساين انجل سي، سي بكام؟ ب 60 بتساوي الاي اللي هي ب 6 اوفر ساين انجل اي اللي هي ساين 40. فبمنتهى البساطه يا شباب، بمنتهى البساطه لو انا عايز اجيب السي هعمل ده تايمز ده اوفر ده، يبقى انت هيبقى عندك الكلام ده عباره عن 6 تايمز ساين 60 ديجريز اوفر ساين 40. احسب ده كده حبيب قلبي بالكالكليتر يطلع زي ما يطلع سنتيمتر. في مشاكل يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ ان شاء الله باذن الله مفيش اي مشكله. طب تعالى ندخل على السؤال الثاني. بيقول لك ال ABC is an equilateral triangle. يعني ايه equilateral triangle؟ يعني بمنتهى البساطه انت عندك السايدز كلها equal والانجلز كلها مالها equal. فبمنتهى البساطه انت عندك measure of angle A بيساوي measure of angle B بيساوي measure of angle C. كلهم بيساووا كام؟ بيساووا 60.
عشان مجموع الانجلز بايه 180. مش كده وبس، انت عندك السايد A والسايد B والسايد C كلهم بيساووا كام؟ هو قايل لك 8 روت 3. طب هو عايز ايه النجم ده؟ قال لك بمنتهى البساطه عايز اللينث اوف الدايمتر اوف الايه اوف السيركم سيركل. فبمنتهى البساطه انت عندك الاي اوفر ساين انجل اي، مش دي كده بتساوي 2 ار؟ انا مش هرص الايه الرول كلها، انا هشوف انا محتاج ايه وايه اللي معايا. ده كده معايا وده كده اللي انا عايزه. ليه؟ علشان هو عايز الدايمتر بيساوي كام. طب ما هو الدايمتر ده انا عارف ان هو كام 2 ار، صح ولا مش صح؟ ما هو الدايمتر ده دبل الراديوس، الراديوس ده نصف القطر، فبمنتهى البساطه الدايمتر ده ايه 2 ار. يبقى بمنتهى البساطه لو قسمت ده على ده انا كده جبت الايه الدايمتر. يعني لو عملت 8 روت 3 اوفر ساين 60، فبمنتهى البساطه الكلام ده كده هيساوي كام؟ هيساوي 16 سنتيمتر. ده ايه ده؟ ده الدايمتر ان شاء الله. بسم الله. 16 سنتيمتر. ندخل في السؤال اللي بعده يا شباب. الله، ده ايه القرف ده؟ بيقول لك in triangle XYZ، بيقول لك ال 2x over sin الاكس بتساوي 8 سنتيمتر. then the area of a circle بتساوي كام؟ بمنتهى البساطه انت عندك الاريا بتاعت السيركم سيركل عباره عن ايه؟ باي ار سكويرد. يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج الراديوس. محتاج الايه؟ الراديوس. وانا اقدر اجيبه من العلاقه، بس انت تعالى نشوف بس العلاقه بتاعتنا. قال لك ان انت عندك تراينجل، تعالى نمشي واحده واحده، اسمه اكس، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمه اكس واي زد. فبمنتهى البساطه اقدر اقول ان ده كده اكس سمول، ده كده واي سمول، ده كده زد سمول كسايدز بفترضها. طب هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك 2 اكس اوفر ساين الاكس بتساوي كام؟ بتساوي 8. 2 اكس على ساين الاكس بتساوي كام؟ 8. هي ال 2 دي بالايه؟ بالتايمز، تروح بالايه؟ بالديفايدد. بقى عندك الاكس اوفر ساين الاكس بتساوي كام؟ بتساوي الاربعه. طب ركز ركز توتوس، ركز يا حبيبي. بمنتهى البساطه كده، هو انا مش عندي اكس اوفر ساين انجل اكس بتساوي واي اوفر ساين انجل واي بتساوي الزد اوفر ساين انجل زد بتساوي البارامتر اوفر مجموع الساينز بتاع الانجلز بتساوي 2 ار؟ يعني بمنتهى البساطه اللي انا كاتبه ده بيساوي اكس على ساين انجل اكس اللي هي باربعه، مش دي في نفس الوقت بتساوي 2 ار؟ قال لك يبقى انت عندك 2 ار بتساوي الاربعه، يعني انت عندك الار بتساوي الاثنين، دي بالتايمز تروح بالديفايدد. طب ما يلا بينا نعوض هنا. بقى عندك ايه؟ ادي بمنتهى البساطه الار عندك ب 2، يبقى 2 باور 2 باي، يعني الكلام ده كده بيساوي بسم الله الرحمن الرحيم 4 باي سنتيمتر سكويرد. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ خد بالك انا مش هحل معاك مسائل اللي هي ايه تافهه منه. في التافهه منه انا مش هعمل الكلام ده. ليه؟ عشان انت تقدر تعمله. القاعده سهله وبسيطه، بس انا بعلمك ازاي تستخدم القاعده دي، ازاي تستخدم الرول، ازاي تربط ما بين الجيفن وما بين الريكوايرد اند سو اون. تمام يا شباب؟ جامد. ادخل في اللي بعده. ادخل في اللي بعده. ايه القرف ده؟ بيقول لك ان تراينجل اي بي سي، ادي تراينجل اي بي سي، ادي A وادي B وادي C. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هو ساين A بلس ال B اوفر ساين انجل A بلس ساين انجل B بيساوي ايه؟ فانت تقف كده، ايه ده؟ فين الساين رول في الموضوع ده؟ ما هو الساين رول ده المفروض ان هو عايز يا اما ايه؟ يا اما سايدز يا اما عايز انجلز. طب هو هنا عايز ايه؟ ده عايز قرف. هعمل ايه؟ قال لك ما انت هتستخدم بقى الايه؟ الرول بتاعت الساين رول علشان تجيب له الكلام ده كده بيساوي كام. بمنتهى البساطه كده عندك حاجه ايه؟ تراكمي كده شويه. بمنتهى البساطه هو انا لو عندي ساين 180 degrees minus السيتا، مش دي من الريليتد انجلز كانت بتساوي ساين سيتا؟ هتقول لي فاكر الريليتد انجلز كان عندك سيتا هتفضل سيتا في الايه؟
في الفيرست كان عندك مبدئيا براكتس بتغير وبراكتس مش بتغير. البراكتس اللي كانت بتغير كانت بتبقى على الواي اكسس، انما البراكتس اللي مش بتغير دي الانجلز اللي على الاكس اكسس. فانت عندك في السكند كوادرنت 180 ماينس، في الثيرد كوادرنت 180 بلس، في الفورث كوادرنت 360 ايه ماينس. صح ولا مش صح؟ صح. طب هو 180 ماينس هو ده مش في السكند كوادرنت بيت الساين؟ ودي مش بتغير، فهتساوي ساين الايه السيتا. وانا قلت لك اوريدي هعمل لك سامري عن الكلام ده كله، ما تشيلش هم الكلام ده. بس انا عايزك تعرف ان 180 ماينس سيتا ساعه ما اعمل لها الساين هي ساين ايه؟ ساين سيتا. في مشاكل؟ حد عنده مشكله؟ مفيش اي مشكله. حتى بمنتهى البساطه لو جربت كده بالكالكليتر، عملت ساين 150 هتلاقيها هاف، ولو عملت ساين 30 هتلاقيها برده كام؟ هتلاقيها هاف. في مشاكل يا شباب؟ ان شاء الله باذن الله مفيش اي مشكله. طيب بمنتهى البساطه كده هسالك سؤال بسيط جدا. ايه هو؟ هو انت مش عندك الاي بلس البي بلس السي كانجلز دي بتساوي 180؟ هتقول لي اه. طب هو الاي بلس البي بيساوي ايه؟ ودي ده بعكس الاشاره الناحيه الثانيه، فهيبقى عندي الاي بلس البي بيساوي 180 ماينس انجل سي. صح ولا مش صح؟ صح. طب هو انا عندي اللي فوق ده ساين انجل A بلس البي، هو انا ممكن اشيل التوتوس ده واكتب مكانه ساين 180 ماينس سي؟ هقول لك ايه اللي انا عملته ده؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي انا عملته ده؟ انا شلت اللي انا عامله بالاحمر ده وعوضت عنه بده، وده عباره عن ساين انجل سي على طول. في مشاكل يا شباب؟ ايه اللي انا عملته؟ بمنتهى البساطه A بلس B عباره عن 180 ناقص السي. طب ساين 180 ناقص السي عباره عن ايه؟ عباره عن ساين سي، فانا كل اللي فوق ده خليته ايه؟ ساين سي. في مشاكل يا شباب؟ ده كده اللي فوق. اللي ايه؟ فوق. فاصبح عندي المساله بتاعتي بقت بالشكل اللي قدام حضرتك ده، ان انت عندك ساين انجل سي اوفر ساين انجل A بلس ساين انجل B. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ ده اللي انا وصلت له، ده اللي انا وصلت له. طب تعالى نقلب الصفحه علشان طبعا الدنيا بقت بزراميط خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عندك ساين انجل سي اوفر ساين انجل A بلس ساين انجل B. طيب هو مش ده كده تراينجل اقدر اطبق عليه ساين رول؟ قال لك يعني بمنتهى البساطه كده انت عندك الاي اوفر ساين انجل A بتساوي البي اوفر ساين انجل B بتساوي السي اوفر ساين انجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ساين انجل ساين انجل سي. قال لك بمنتهى البساطه انا عايز اشيل ساين الاي وعايز اشيل ساين البي واعوضهم بدلاله ساين السي، بحيث ان انا يبقى عندي كل الساينز اللي موجوده هنا ساين سي، بحيث ان لو في حاجه هتروح او الكلام ده كله. خد بالك مساله تقيله، ركز. فبمنتهى البساطه لو انا قلت لك هنا هي ساين الاي بتساوي ايه؟ انا عايز اجيبها بدلاله السي، فانت عندك ساين الاي بتساوي ده تايمز ده اوفر ده، يعني بتساوي A ساين سي اوفر السي. طب هو ساين انجل بي بتساوي ايه يا حبيبي؟ ساين انجل بي بتساوي البي تايمز ساين سي على السي. في مشاكل؟ انا بعمل عايز اشيل ده وده ويبقى كله بدلاله ساين سي. طب يلا بينا، مساله تقيله، ركز. فادي عندك ساين انجل سي، هشيل ساين واكتب مكانها ادي ساين سي اوفر السي، وادي بلس هشيل ساين البي واكتب مكانها بي ساين السي اوفر السي. الله. طب وبعدين قال لك بمنتهى البساطه هو مش ده فراكشن وده فراكشن؟ قال لك واللي تحت هو اللي تحت قال لك طب ما تاخد كومن دينومينيتور، يعني اصبح عندك فوق زي ما هو ساين سي وتحت هيبقى عندك قال لك هاخد كومن دينومينيتور اللي هو السي وهعمل اللي فوق بلس اللي فوق،
وهلاحظ حاجه ثانيه ان انا عندي هنا ساين سي وعندي هنا ساين سي، فانا هاخد ساين سي كومن فاكتور، فيبقى عندي ساين سي اهي، وعندك ادي الاي بلس البي. في مشاكل يا شباب؟ شايف مسائل الساين رول؟ الساين رول مش سهله زي ما انت متخيل، هي القاعده عبيطه وسهله كتطبيق، لكن بص المسائل وشايف التراكمي. يلا بينا نكمل. ايه الكلام ده كده بيساوي؟ عندنا معلومه بسيطه جدا بتقول لك ان تحت اللي تحت بيطلع فوق، فهيبقى عندي هنا ادي ساين سوري السي دي هتطلع فوق، وهيبقى عندك هنا ساين سي، وعندك تحت ساين سي في الاي بلس البي. طب هو مش ده كده بينهم تايمز وده كده بينهم تايمز؟ يبقى بمنتهى البساطه ساين سي تروح مع ساين سي، يعني الكلام ده كده بيساوي سي كسايد على اي بلس البي. توتوس. مساله تصدعك ولا ما تصدعكش؟ تصدعك. مهارات الجبر، معلومات تريجنومتري قديمه تراكمي. الدرس الجديد مساله تحفه، مساله تحفه، تعالى نتكلم فيها بسرعه. هنا بيقول لك ساين A بلس البي اوفر ساين الاي بلس البي بتساوي ايه؟ فبمنتهى البساطه لقيت A بلس البي يعني الانجل دي بلس الانجل دي، مش دي عباره عن 180 ماينس دي؟ و 180 ناقص دي عباره عن ايه؟ مجموعه تو انجلز دول. في مشاكل الكلام ده؟ مفيش اي مشكله. طب طالما ده كده عباره عن 180 ناقص السي، يبقى ساين 180 ناقص السي بايه؟ ساين سي. فرحت شايل الكلام ده ورحت حاطط ساين سي فوق. اتبقى لك تحت ساين ايه بلس ساين ايه؟ ساين بي. رحنا قلبين البورد اهو. هل انت عارف تشتغل كده؟ لا انا مش عارف اشتغل، بس انا عارف ان انا في اي ترانجل اقدر استخدم الساين رول، فالساين رول بتقول لي ان اي سايد اوفر ايه ساين الانجل اللي قصاده بيساووا بعض. طب هنا انا عندي ساين ايه وساين بي، انا عايز تبقى ساين انجل واحده بحيث ان انا اقدر اعمل ريدكشن، اقدر اعمل سمبليفاي. فبمنتهى البساطه هنا شلت ساين الاي وخليتها بدلاله ساين سي، شلت ساين بي وخليتها بدلاله ساين سي، ورحت معوض هنا. لاحظت هنا ان في كومن دينومينيتور رحت سحبه، ولاحظت كمان ان في كومن فاكتور ساين سي وساين سي رحت ساحبها، فاتبقى لي A بلس البي اهو. طب ساين سي وساين سي راحوا مع بعض، اتبقى لي ساين على A بلس البي. المساله خلصت. المساله مالها؟ خلصت. صدعت؟ لا الف سلامه، الف سلامه. حل حل واسترجل، احنا يا جماعه مش بتوع السهل، احنا بنفرم. توتوس. يلا. هنا بيقول لك ABC is a triangle in which السي ب 19 سنتيمتر وميجر اوف انجل A ب 112 وميجر اوف انجل B ب 33. Find to the nearest two decimal places each of B and the radius بتاع الايه؟ السيركل. فبمنتهى البساطه عشان بس ايه تبقى توتوس فاهم، انت عندك تراينجل اهو جميل لذيذ لزوز. التراينجل ده اسمه A B C، دي كده A سمول، دي كده بي سمول، دي كده سي سمول. فقال لك ان السي سمول ب 19 سنتيمتر، فانت عندك دي كده ب 19 سنتيمتر، وعندك ميجر اوف انجل ايه ب 112. هتقول لي ايه ده؟ دي اوبتيوس انت راسمها كده ليه؟ ده كروكي مش مشكله، مش فارقه معايا. انجل بي ب 33 يعني دي كده ب 33. بمنتهى البساطه تقدر تجيب لي الانجل الثالثه ولا لا؟ طبعا هعمل 180 ماينس مجموعه تو انجلز دول. طب حط 3 بقت 115، 100 وكام؟ و15، وحط 30 بقت 145. يبقى انت بمنتهى البساطه هتعمل 180 ناقص 145، يعني الكلام ده كده بيساوي كام؟ برافو عليك يا توتوس، ايه الجمال ده؟ هتساوي 35. يبقى دي كده 35 ان شاء الله باذن الله. في مشاكل يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. طيب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز البي. هو عايز ايه؟ عايز البي. طيب ماشي، ما انت عندك رول بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان البي اوفر ساين انجل بي. بعد كده هعمل ايه؟ ده كده الريكوايرد، تساويه بالايه؟ بالجيفن. الجيفن عندك ايه؟ انا عندي السي وساين السي، يبقى ادي سي سمول وادي ساين انجل سي، الاثنين معايا، جبت اصلا الايه؟ السي. فبمنتهى البساطه ادي عندك البي اللي هو عايزها اوفر ساين البي يعني ساين 33. الكلام ده كده بيساوي السي سمول اللي هي 19 اللي كسايد يعني اوفر ساين السي يعني ساين 35. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله. يبقى بمنتهى البساطه تعالى هنا كده عشان نعمل الراديوس هناك، البي هيساوي
ده تايمز ده اوفر ده، يعني 19 تايمز ساين 33 اوفر ساين 35. فبمنتهى البساطه البيئه على طول هتطلع لك بده. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله. طيب ركز كده معايا شويه، هو مش عايز كده بس، هو كمان عايز الراديوس. فانت بمنتهى البساطه مش انت عندك السي اوفر ساين السي بتساوي 2 ار؟ اه. طب ما انت عندك سي اوفر السي يعني 19 على ساين 35 بتساوي 2 ار. صحيح. طب لو انا عايز اجيب الار، ال2 دي تروح بالديفايدد يعني تنزل تحت، يعني 19 على 2 تايمز ساين 35. لما تعمل لي ده كده بالكالكليتر هيطلع معاك الار بكام؟ 16.56. وتبقى المسألة بتاعتك مالها؟ تبقى المسألة خلصت بإذن المولى. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ إن شاء الله بإذن الله خير ومفيش أي مشكلة. يلا بينا يا شباب ندخل في سؤال رقم 6. بيقول لك in a triangle XYZ if 3 ساين x بيساوي 4 ساين y بيساوي 2 ساين z then x to y to z كسايدز بتساوي كام؟ عايز كريشيوز يعني. يعني انت بمنتهى البساطه عشان برضو ايه ما تتوهش مني، ادي عندك تراينجل جميل لزوز اهو، ادي عندك هنا الاكس وادي عندك هنا الواي وعندك هنا الزد، ادي الاكس سمول وادي الواي سمول وادي الزد ايه؟ سمول. بيقول لك بقى ان 3 ساين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 ساين اكس، ايه القرف ده؟ 3 ساين اكس بيساوي 4 ساين واي بيساوي 2 ساين زد. عايز الريشيوز بتوين الايه؟ بتوين السايدز. طيب بمنتهى البساطه كده، بمنتهى البساطه كده، هو انا مش عندي هنا 3 وعندي هنا 4 وعندي هنا 2 كلهم يقبلوا الاسم على كام؟ كلهم يقبلوا الاسم على ال 12. الثلاثه تقبل الاسم على ال 12 والاربعه تقسم الاسم على ال 12 والاثنين تقبل الاسم على ال 12. فبمنتهى البساطه ايه راي حضرتك؟ ايه راي حضرتك ان انا اعمل كده؟ اقسم ده على 12 واقسم ده كده على 12 واقسم ده كده على 12. جرى حاجه؟ هل علامه الايكوال دي هتتاثر؟ لا، ما انا اللي عملته هنا عملته هنا وعملته هنا. فبمنتهى البساطه الكلام ده كده هيبقى عباره عن ايه؟ 3 على 12 يعني بمنتهى البساطه ساين الاكس اوفر 4. الكلام ده كده بيساوي 4 على 12 يعني ساين واي اوفر 3. الكلام ده كده بيساوي 2 على 12 يعني ساين الزد على الست. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ مفيش أي مشكلة. طب ما تقلب ده وتقلب ده وتقلب ده، بقى عندك 4 أوفر ساين الإكس بتساوي 3 أوفر ساين الواي بتساوي 6 أوفر ساين الزد. هي مش دي كده السايدز بتاعتك؟ بس تذكر من حاجة مهمة جدا، دي مش الأطوال بتاعت ده وده وده، أمال دول إيه؟ قال لك دي ريشيوز. دي إيه؟ ريشيوز. يعني بمنتهى البساطه لو انا عايز اعبر عن طول الاكس سمول اللي هو الواي زد ده، هقول له ان الاكس سمول بتساوي ايه؟ قال لك 4 في كونستنت، ما اعرفش الكونستنت ده كام. طب بالنسبه للواي لو عايزها كطول هعبر عنها ازاي؟ هقول له ان الواي عباره عن 3 تايمز كونستنت، انا ما اعرفش الكونستنت ده بكام. طب بالنسبه للزد دي عباره عن 6 مضروبه في كونستنت انا ما اعرفوش. فتذكر ان دي كده ريشيوز مش اطوال حقيقيه، مش اطوال حقيقيه. تمام يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ فطبعا هتبقى الريشيو بتاعتك 4 to 3 to 6. حد عنده مشكله؟ ان شاء الله خير. تعالوا ندخل في 7. بيقول لك if الار is the radius length of the circumcircle of a triangle ABC، وبيقول لك ان الاي هو الار then measure of angle A بتساوي كام؟ يعني بمنتهى البساطه كده، انت عندك تراينجل، انا كل شويه برسم لك علشان بس افهمك وادي لك معلومه. ادي A ادي B ادي C، ادي A سمول B سمول C سمول. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان ال A بتساوي ال R، وهو طالب منك ميجر اوف انجل A. طالما طلب منك ميجر اوف انجل A يبقى لازم تعمل لي A سمول على ساين انجل A. في مشاكل يا جماعه الكلام ده؟ مفيش اي مشكله.
طب هو مش عندك علاقه بتربط الاي بالار؟ يبقى كده انا الريشيو دي كده ريكوايرد هساويها بايه؟ ببي اوفر ساين انجل بي؟ لا. بالسي اوفر ساين انجل سي؟ لا. بالبريمتر على مجموع الساينز؟ لا. امال هساويها بايه؟ هساويها بال2 ار. بحيث ايه؟ ان هو قايل لي ان الاي بتساوي، يا دي القرف، قايل لك ان الاي بتساوي الار، فانا ممكن اشيل الاي دي واحط ار، فيبقى عندك ار اوفر ساين انجل اي بتساوي كام يا حبيب قلبي؟ 2 ار. 2 ايه؟ 2 ار. طيب بمنتهى البساطه كده، هي مش دي كده اوفر 1؟ هتقول لي اه. هو انت مش عندك ده اوفر ده بيساوي ده اوفر ده؟ هتقول لي اه. يعني انت عندك بنفس الترتيب، انا قلت ساين ايه على 1 يعني ساين ايه بيساوي الار على 2 ار، ادي ار اوفر 2 ار. عندك الار راحت مع الار، يعني ساين انجل ايه بتساوي الهاف، يعني انجل ايه يا حبيب قلبي ب 30 ديجريز. هعمل شيفت ايه؟ ساين هاف. بس تكر من حاجه، فاكر في زمان، مش زمان قوي، السنه اللي فاتت ساعه ما كنت بقول لك اوعى تتغابى، اوعى تتفلحن وتعمل شيفت ساين شيفت كوزاين شيفت تان من غير ما تاخد احتمالين اتنين. ليه؟ علشان انت عندك الساين بالبوزيتيف في تو كوادرنتس، في الفيرست كوادرنت وفي السكند ايه كوادرنت. كده انت جبت لي الانجل اللي في الفيرست كوادرنت. طب في السكند كوادرنت بعمل 180 ناقص السيتا اللي هي 30، فهتبقى كام؟ 150. يبقى انت عندك احتمالين، يا الانجل ب 30 يا الانجل بكام؟ ب 150. في مشاكل يا شباب في الكلام ده؟ عايزك مبسوط، عايزك مستمتع. احنا مش عايزين نحل السهل وبس، لا احنا عايزين نتعلم بجد. عايزين نطلع ناس بتفهم ماث، ناس بتفهم statics. اتفرج واستمتع. يلا يا ابني ادخل في 8. اخي بكره الانجلز اللي بيبقى فيها ديجري ومينت وسكند والكلام ده، بضطر استخدم الايه الكالكليتر. اما انا ما بحبش الحسابات، يعني انا اوريدي ما بحبش الايه الحسابات. انا في ناموسه موتاني، انا مش قادر اقسم بالله. يلا بينا. يقول لك find the perimeter of the triangle ABC in which. طب بص ها ادي triangle، معلش، ادي A وادي B وادي C، ادي A small وادي B small وادي C small. عايز ايه؟ بيقول لك find the perimeter، يبقى هو عايز ايه؟ عايز البريمتر بتاع التراينجل اي بي سي. ماشي، ايه الجيفنز اللي هو مديها لك؟ بيقول لك in which is C small اللي هو كسايد ب 8.7 سنتيمتر. بعد اذنك ما تتخضش من الارقام. وعندك ميجر اوف انجل A ب 57 ديجريز و13 مينت، وعندك ميجر اوف انجل B ب 64 ديجريز و18 مينت. يبقى بمنتهى البساطه همسك الكالكليتر، بس انا الكالكليتر بتاعتي كبيره شويه. بص كده هعمل ايه؟ انا هعمل 180 ماينس وافتح براكت واعمل ايه القرف ده؟ 57 ديجريز و13 مينت بلس 64 ديجريز و18 مينت، واقفل البراكت بتاعي. فهلاقي ان ماجر اوف انجل سي دي عباره عن 58 ديجريز و29 minutes. في مشاكل؟ مفيش اي مشكله. كده انا جبت الانجلز كلها. طب بمنتهى البساطه كده هو عايز البريمتر. هو انت مش عندك البريمتر اوف التراينجل اي بي سي اوفر مجموع الساينز اوف الانجل، ساين انجل اي بلس ساين انجل بي بلس ساين انجل سي؟ مش الكلام ده بيساوي ريشيوز كتير وكمان بيساوي 2 ار؟ طب مثلا هو مديلك هنا السي، يبقى دي سي سمول على ساين انجل سي. فانت معاك ده ومعاك ده ومعاك ده ومعاك ده ومعاك ده، تقدر تجيب لي ده؟ طبعا. طبعا. يبقى البارامتر اوف التراينجل اي بي سي هيساوي ايه؟ هيساوي ده تايمز ده اوفر ده، يعني هيساوي ايه؟ بمنتهى البساطه 8.7 تايمز مجموع الايه؟ الساينز بلس بعض اوفر ايه؟ اوفر ساين انجل سي. ده تايمز ده اوفر ده. لما تيجي تحسب الكلام ده طبعا يعني هي مش محتاجه ان انا امسك لك الكالكوليتر، ما انا الفاينل انسر عندي هنا، فهيطلع معاك ان البريمتر ب 26 بوينت كام؟ 0.7. في مشاكل هتطس ان شاء الله باذن الله، مفيش اي مشكله. هنا بيقول لك الاي بي سي اتس parameter
40 سنتيمتر، وميجر اوف انجل A ب 40، وميجر اوف انجل B ب 66. بيقول لك find the length او lengths of its sides. يعني بمنتهى البساطه ادي انت عندك تراينجل، وادي التراينجل ده اسمه A، وادي B، وادي C، ادي دي كده A سمول، B سمول، C سمول. قال لك ان البريمتر ب 40 سنتيمتر. جميل عظيم توتس. وعندك دي كده ب 44، وعندك دي كده 66. يبقى دي كده عباره عن كام؟ حط الاربعه بقت 70، 110. يبقى دي كده ب 70. في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله باذن المولى. طالب منك ايه؟ طالب منك السايدز، يعني طالب منك الاي بكام، والبي بكام، والسي بكام. فبمنتهى البساطه هو مش انت عندك البريمتر اوف التراينجل اوفر ساين انجل A بلس ساين انجل B بلس ساين انجل C. الكلام ده بيساوي A اوفر ساين انجل A، بيساوي ال B اوفر ساين انجل B، بيساوي C اوفر ساين انجل C. فبمنتهى البساطه كده ركز ركز، اصل الموضوع مش محتاج. انت معاك البريمتر ومعاك الانجلز، فتقدر تجيب الايه؟ الساينز كلها. تقدر تجيب الساينز كلها. تقدر تجيب لي الايه؟ طبعا هعمل ده تايمز ده اوفر ده. طب تعالى نعمل ساين انجل A بلس ساين انجل B بلس ساين انجل C بسرعه كده. عندك ساين 44 بلس ساين 66 بلس ساين 70. معيش حد، انا لوحدي بصور، معيش حد يحسب لي. فالكلام ده كده كله انت عندك البريمتر بكام؟ ب 40 اوفر كام؟ 2.54. خليها ايه؟ عددين بعد العلامه. الكلام ده كده بيساوي ادي الاي اوفر ساين الاي ساين 44، ده كده ب 0.69. الكلام ده كده بيساوي ادي البي الجميله اللذيذه اللزوزه اوفر ساين بي، يعني ساين 66، يعني 0.91. الكلام ده بيساوي السي اوفر ساين السي، يعني ساين 70، يعني 0، ادي السي سمول اوفر 0.93. في مشاكل يا شباب؟ ان شاء الله باذن الله ما فيش اي مشكله طالما انا اللي بشرح لك. بمنتهى البساطه عايز اجيب الاي، يبقى الاي هتساوي 0.69 تايمز 40 اوفر 2.54، فهتطلع معاك ايه؟ 10.9. طب البي يا توتوس هتساوي ايه؟ هتساوي 0.91 تايمز ال 40 اوفر 2.54. طب السي يا توتوس طبعا هتطلع معاك بده. السي هتساوي ايه؟ هتساوي 40 تايمز 0.93 اوفر 2.54، فيطلع معاك الكلام ده بكام؟ 14.7. في مشاكل يا توتوس؟ اظن ايه؟ مفيش اي مشكله وان شاء الله خير، والف الف مبروك. تعالى ندخل في التوتوس دي. التوتوس دي بس ايه، كان فيها تعديل عشان كانوا ايه في غلطه في المساله. بيقول لك الاي بي سي دي ده كوادريلاترال رباعي in which السي دي ب 100 سنتيمتر، وميجر اوف انجل بي سي اي بيساوي 36، وعندك ميجر اوف انجل بي دي اي بيساوي 55، وعندك ميجر اوف انجل سي دي اي ب 87. طب بقول لك ايه، هو طالب منك البي دي بكام؟ طيب بقول لك ايه، تعالى نرسم. هو مش بيقول لك ان ده كوادريلاترال؟ يعني ممكن ارسم الكوادريلاترال ده كده، بص او كده، واعمل لك مثلا كده، واعمل لك مثلا كده، وبلاش كده عشان كده ممكن اعملها رايت، واعمل لك مثلا كده، واعمل لك مثلا كده. اي كوادريلاترال في الدنيا، اي كوادريلاترال. تمام. الكوادريلاترال ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بي سي دي. وبمنتهى البساطه يا جماعه من فضلكم لازم الترتيب بتاعك مهم، لازم ياخد سايكليك اوردر. يعني ما تنفعش تقول لي اي بي دي سي، لازم ياخد سايكليك اوردر، وابدا من اللي انت عايزه. طيب بمنتهى البساطه قال لك ايه؟ قال لك ان السي دي ده ب 100 سنتيمتر، ان انت عندك السي دي اللي تحت ده ب 100 سنتيمتر. طب كمل. قال لك بمنتهى البساطه بي سي اي، يبقى انا لازم اعمل كده عشان يبقى measure of angle BCA دي ب 36.
في مشاكل يا شباب؟ مفيش اي مشكله. وقال لك ان البي دي ايه، يبقى انا لازم اعمل كده. قال لك ان البي دي ايه بكام يا برنس؟ ب 55. وقال لك ان الميجر اوف الانجل سي دي اي، فين السي دي اي؟ سي دي اي، دي كده كلها على بعضها، دي كده كلها على بعضها بكام؟ ب 87. وعندك البي سي دي كده كلها على بعضها ب 85. طب بص كده هنعمل حاجه بس توتس، عشان انا والله العظيم ما قادر احسب، والله العظيم. بص كده احنا هنعمل حاجه جميله جدا. انت عندك دي كلها ب 87 ودي ب 55، فانا هعمل 87. بص بقى ايه لما اتغاب انا، ماينس 55 32، يبقى دي كده 32. تمام تمام. وعندك 85 ماينس 36، انا بحسب ده، محدش له دعوه. 49. ايه ده؟ انت ما بتعرفش تحسب؟ ما بعرفش احسب، مالكش دعوه. في مشاكل يا شباب في اللي انا عملته ده؟ اكيد مفيش اي مشكله. طالب منك ايه؟ طالب مني اللينث اوف البي دي، هعمله لك بالازرق. فين البي دي؟ اهو. السايد اللي بالازرق ده. طب بص كده توتس، بص كده توتس. هو انا لو عملت لك كده كده، انا عملت لك شيدنج على تراينجل، والتراينجل ده اسمه، التراينجل ده اسمه بي سي دي. في مشاكل؟ مفيش اي مشكله. بمنتهى البساطه، وانا مش هقدر اطبق الساين رول هنا؟ طبعا اقدر اطبق. طب بطبق الساين رول ازاي؟ قال لك السايد اوفر ساين الانجل اللي قصادها. طب هو انت تقدر تجيب لي الانجل دي بكام؟ طبعا. انت معاك الانجل دي كده كلها على بعضها ب 85، وعندك دي كده 32، فهتعمل ايه؟ قال لك بمنتهى البساطه هتعمل 180 ماينس، تفتح براكت، معلش انا بحسب مش قادر، ادي 85 بلس 32 تبقى 63. يبقى الانجل دي كده ب 63. في مشاكل؟ مفيش اي مشكله. طب ركز بقى، هو انا مش ممكن اقول لك سي دي، ادي سي دي اهي، اوفر ساين الانجل اللي قصادها. فين ساين انجل اللي قصادها؟ انت عندك البي سوري الدي سي، الانجل اللي قصادها اللي هي بي، اللي هي بكام؟ 63. يبقى ساين 63 بتساوي ايه؟ البي دي. انا ليه اصلا كتبت سي دي اوفر ده؟ عشان السي دي جيفن والانجل دي معايا، يعني السي دي ده اصلا ب 100، فانا كده معايا فراكشن جوكر. فراكشن ايه؟ جوكر، يعني كامل متكامل. طب ده بيساوي ايه؟ ما تجيب الريكوايرد. هو مش الريكوايرد بتاعك البي دي اوفر ساين الانجل اللي قصاد البي دي فين؟ اللي هي دي 85، صح ولا مش صح؟ بقى عندك كام انون؟ البي دي بس، فانا هعمل ده تايمز ده اوفر ده، فهتطلع معاك الانسر 112. تاني امسح كل ده. بمنتهى البساطه انا عملت ايه؟ رسمت الكوادريلاترال الرباعي بالمنظر ده، رحت حاطط الانجلز ولقيت ان هو مديني الانجل دي كلها، فرحت جايب دي او دي مش متذكر، كان مديني الانجل دي كلها والانجل دي الانجل دي، فرحت جايب الانجل دي والدنيا زي الفل. طلب مني البي دي، فرحت محدد الايه؟ التراينجل اللي انا هشتغل عليه، فانا هشتغل على التراينجل ده. طب ما انا عارف ان السايد ده اوفر ساين الانجل اللي قصاده اللي هو ده، بيساوي السايد ده اوفر ساين الانجل اللي قصاده اللي هي دي، بيساوي السايد ده اوفر ساين الانجل اللي قصاده اللي هي دي، صح ولا مش صح؟ صح. طيب انا بعمل ايه كبفكر؟ بمنتهى البساطه، فين الريكواير؟ طالب منك البي دي. طب فين البي دي؟ اهو. فاروح بكتب بي دي اوفر ايه يا حبيبي؟ ساين الانجل اللي قصاده اللي هي ساين انجل سي. الكلام ده كده بيساوي ايه؟ الجيفن. طب انا عندي الجيفن سي دي، ادي سي دي اوفر ساين الانجل اللي قصادها اللي هي ايه؟ السي دي قصاده البي، يبقى ساين انجل بي. طب البي دي انا عايزه اهو، ساين انجل سي. فين ساين انجل سي؟ اهي، يعني ساين 85. الكلام ده كده بيساوي السي دي معاك ب 100 اوفر ساين البي. فين البي؟ اهي ب 63، يبقى ساين 63. فبمنتهى البساطه عشان اجيب البي دي هقول له ان البي دي بتساوي ايه يا نجم؟ قال لك 100 تايمز ساين 85 اوفر ساين 63.
فالكلام ده هيطلع معاك بكام؟ ب 112 سنتيمتر. بكده يا شباب الحمد لله رب العالمين نبقى خلصنا تاني محاضرة عندنا في الماث واشتغلنا فيها اول درس عندنا في التريجنومتري. ممكن تلاقي ان المسائل تقيلة وتقول ايه ده، انا مثلا ساعة ما اتشرح لي الدرس ده كان ابسط من كده وكنت بطبق وكنت مبسوط جدا والدنيا تمام. انا متفق معاك على اتفاق، انا مش بتاع الصعب، انا بتاع الامتحانات، انا بتاع العلم. يعني ايه؟ يعني لازم اديك العلم وكل حاجه بستنتجها لك وبثبتها لك، بظبط لك الدنيا كلها وبهندل لك دماغك في افكار، في بوينتس، عشان دماغك ما تبقاش سايحه، عشان ده اللي انت بتكتبه كسامري، عشان ده هيبقى المرجع بتاعك حتى لما تطلع ثالثه ثانوي، الكراسه اللي انت شاريها علشان. تمام يا شباب؟ بعد كده بطبق معاك في اسئله امتحانات واقعيه، انا مش بخترع، انا مش بجيب لك مسائل صعبه، لا، انا بجيب لك مسائل طبيعيه بتاعت الامتحانات بحيث ان انت ما تتفاجئش فقط لا غير. تمام يا شباب؟ احبكم في الله. تمام؟ اروح بقى انام، انا اكل الاول بعد كده انام عشان انا مش قادر، واشوف وشكم على خير. السلام عليكم.